الزلابية، لقمة القاضي أو العوامات ليها أسامي كتير. كور مكورة كده لونها ذهبي، بنقليها تكون طعمها تحفة. وهقول لكم على تركية بسيطة ازاي نطلعها مدورة وشكلها حلو كده، مفيش أشكال فضائية، مقرمشة من بره وفي نفس الوقت مليانة من جوه وكمان مستوية مش فاضية. أول حاجة هنحضرها الشربات. شربات لقمة القاضي أو الزلابية بيكون تقيل، عبارة عن كوبايتين من السكر، نضيف عليهم كوباية من المية بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها السكر، وشريحتين من الليمون أو عصرة ليمون، وهرفعهم على النار. في الأول بتكون نار عالية لحد ما يغلي ويعمل فوران زي كده. بهدي النار لنار متوسطة علشان نتأكد ان السكر كله داب. ولو هنقلب ما نقلبش بمعلقة خالص علشان ما يسكرش معانا، نحركه كده بحركة دائرية من غير ما نحط فيه اي معلقة لحد ما بيتقل معانا. بنسيبه يغلي 5 دقايق وبكده بيكون جاهز، وبسيبه لحد ما يبرد. هنحضر العجينة. معايا نص كوباية من المية الدافية، ضفت عليها نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر، وقلبتهم مع بعض وهركنهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل، وهغطيهم طبعا. بعد كده هنحضر المواد الجافة بتاعتنا، عبارة عن كوبايتين من الدقيق، دقيق أبيض جميع الأغراض. ضفت عليها رشة بسيطة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من الحليب البودر، ودي خطوة اختيارية. معلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار من الكاسترد. تقدروا تعملوا 4 معالق نشا أو 4 معالق كاسترد زي ما تحبوا. أنا ضفت معلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار من الكاسترد. قلبت المواد الجافة دي كلها مع بعض، وهضيف كمان 3 معالق كبار من الزيت، زيت نباتي، وكمان رشة بسيطة كده من الفانيليا سواء بودر أو فانيليا سايلة. بعد كده هضيف الخميرة. بعد ما تفاعلت هنضيفها على دقيق، ما بتاخدش بالظبط دقيقتين. واهم حاجه بس ان الميه تكون دافيه، نص كوبايه الميه اللي نضيفها على الخميره تكون دافيه مش سخنه عشان ما تموتش الخميره، ما تكونش سخنه زياده. وبزود دلوقتي ميه دافيه للعجين، وببتدي اعجنها بالمضرب اليدوي، تتعجن بسهوله قوي. ميه دافيه. وهنا استعملت كوباية واحدة، يعني كوباية على نص كوباية المية اللي انا ضفتها للخميرة. وده مش مقدار ثابت، مقدار المية بيختلف من نوع دقيق للتاني. وبفضل كده اعجن فيها لحد ما تكون معايا عجينة مطاطية اهو. شايفين المطة دي كده العجينة الزلابية بتاعتي مظبوطة. هبتدي المها في الطبق، وهنضف جوانب الطبق كويس جدا قبل ما اغطيها واسيبها لحد ما تتخمر. هتاخد وقت على ما تتخمر تقريبا من ساعة، ساعة وربع على حسب الجو، ممكن طبعا اقل من كده في الصيف. بعد ما العجينة ما شاء الله اتخمرت، شايفين بعد ما بتتخمر بتعمل معانا زي خيوط كده، كده العجينة مظبوطة. ببتدي اقلبها او اخرج الهواء منها، وده مهم جدا ان احنا نخرج منها الهواء قبل ما نشكلها. ومعايا زيت سخن على النار، نار متوسطة. وهجيب المعلقة المعيارية دي، أصغر معلقة في مجموعة المعالق المعيارية، وابتدي أبلها من الزيت، والزيت يكون بارد غير الزيت اللي في الطاسة. وكمان ببل صباعي اللي فوق المعلقة ده، الصباع الكبير اللي فوق المعلقة لازم برضو أبله زيت علشان بيساعد معايا. كده الزيت سخن ومظبوط. أول ما بنحط وحدة الزلابية بتطلع معانا كده على الوش اهو، كده الزيت الحرارة بتاعته مظبوطة. وفي كل مرة لازم ان انا ببل المعلقة من الزيت. التدويرة بتاعت المعلقة المعيارية بتطلع معانا الزلابية كلها ما شاء الله مقاس واحد ومدورة وشكلها تحفة. ونتأكد ان المعلقة ما يكونش عليها اي عجين من بره. لو في اي عجين بنظبطه كده بصباعنا، يعني يبقى على قد بس قطعة العجين اللي في المعلقة نفسها. طبعا بنظبط ايدينا ونحاول ان هي كلها تكون مقاس واحد. بتاخد كده بس نص تحميرة، تاخد لون خفيف، ببتدي اطلعها في مصفى واشكل غيرها. ولو لاحظنا ان الزيت سخن قوي معانا بنهدي النار شوية لحد ما بنقطع كل كمية العجين. هبتدي دلوقتي اعمل طاسة تانية،
وفي كل مره بنشتغل فيها لازم ان احنا برضو ببتدي اخرج بايدي كده الهواء اللي في العجين. اقول لكم شكلها ما شاء الله تحفه وطعمها رهيب. بعد ما خلصت كل الكميه وخدت نص تحميره بسيبها لحد ما تبرد تماما، بسيب الزلابيه لحد ما تبرد تماما. بعد كده برفع الزيت تاني على النار لان هو كمان بيكون برد معايا، وببتدي على نار كده متوسطه اضيف تاني الزلابيه شويه شويه لحد ما تاخد التحميره ولون الزلابيه الحلو. وبقلبها وهي في الزيت كده بالمصفى بحركه دائريه لحد ما كلها تاخد لون واحد. شايفين كده لونها تحفه. وبطلع من الزيت على طول، بصفي كويس من الزيت وبطلع على الشربات البارد اللي احنا حضرناه. وبعد الشربات بقلبها كويس في الشربات، وبعد كده بسيبها كمان في مصفى لحد ما تنزل كل الشربات الزياده منها. طبعا تقدروا تستغنوا عن الشربات وتضيفوا صوص شوكولاته، صوص فراوله، شوكولاته بيضه مسيحينها، كمان تقدروا تضيفوا سكر بودره زي ما تحبوا. ودي الزلابيه بعد ما خلصناها شكلها تحفه وطعمها يجنن، مقرمشه من بره وفي نفس الوقت من جوه مش فاضيه، بالعكس مليانه ومستويه تجنن. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها ان شاء الله تنجح معاكم. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعه للصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.